المغاربه دوز شي سيمانه بلا ما نسمعوا ولا نقراو اخبار ديال الفساد اللي مخترق هيئات ومؤسسات ديال تسيير الشأن العام، وهذا الشيء على عينك يا بن عدي. وزراء وبرلمانيين ورؤساء الجماعات ومستشارين ومسؤولين في الامن ومسؤولين في الادارات، وما بقى حتى شي واحد عنده على شي يحشم، كل شيء باغي يتغنى على ظهر المغاربه، وما بقات كدار حتى حاجه بالتخبيه. ومن اهم الاشخاص اللي تعودوا المغاربه يسمعوا الفضائح ديالهم كل سيمانه كاينه واحد خيتي الاسم ديالها مباركه بوعيده، كانت وزيره مكلفه بالصيد البحري، ومن بعد داروها وزيره منتدبه في وزاره الخارجيه وبرلمانيه ورئيسه جهه قلمي موادنون وقياديه في الحزب ديال التجمع الوطني للاشرار. هاد مباركه بوعيده اللي شغلات هاد المناصب كلها ما بينها وما بين السياسه غير الخير والاحسان، ولكن في بلاد بحال المغرب ما كتشوف في مواقع المسؤوليه غير في حال هاد النماذج. هاد مباركه بوعيده اللي طلعت للمراكز المسؤوليه وتسير الشأن العام في رمشه عين بفضل دعم الباترونه ومرتزقه السياسه في المغرب، لقات راسها هاد الايامات الاخرى محاصره من كل جهه ومتهمه امام المحكمه ديال الاستئناف في مراكش بتهم ثقيله، اولها تبديد اموال عموميه وصرف اعتمادات بدون مبرر وعدم الالتزام بالضوابط ديال الصفقات العموميه، بالاضافه لصرف اعتمادات بلا الموافقه ديال المجلس اللي هي الرئيسه ديالو. هذا التهم اخوتي المغاربه كتجسد من خلال مجموعه ديال الصفقات المشبوهه، اهمها الصفقه ديال البرنامج ديال التنميه الجهويه، والصفقه ديال ملاعب القرب، والصفقه ديال الطرق الجهويه والاقليميه، والصفقه ديال تهيئه بعض الشوارع ديال الجهه، بالاضافه للعقود ديال الاطعام وديال الاستقبالات. واهم قضيه فضحات المستور وعرات بوعيده امام الراي العام هي الصفقه ديال الصباغه ديال واجهه جهه قلمي موادنون اللي وصلت ل10 المليار ديال السنتيم، وهذا الشيء وقع في الوقت اللي المغرب كيعيش ازمه التضخم وارتفاع الاسعار والبطاله وغيرها من مظاهر الفقر والتخلف. مباركه بوعيده اللي لقاتها سايبه وفي الدانيه قامت بالاحتيال على مجلس الجهه اللي قرر يبني 10 ديال السدود وحدد الميزانيه ديال كل سد، الا انها فجات تعقد الصفقات اللي كتخص بناء هاد السدود دوبلات المبالغ المخصصه لكل سد لجوج وثلاثه وربعه ديال المرات بدون اي مبرر، وهذا الشيء كامل فقط باش يتماشى مع المصالح ديالها والمصالح ديال حبابها وصحابها من المقاولين والسياسيين. ومازال هاد الاتهامات ما لقى ليها شي حد شي طريق حتى تفضحات عمليه اخرى ديال التبذير والنهب ديال المال العام، وبان بان مباركه بوعيده دفعت فاتوره ديال 95 مليون ديال السنتيم غير باش تشري حوايج ديال اللباس بحال الملحفه الصحراويه والفوقيات. قال لك حقه والواد غادي تعطيهم هدايا للضيوف، ولحد الان باقي ما عرف حتى واحد شكون هما هاد الضيوف اللي خداو هاد الهدايا كلها. والاهم من هاد الشيء كامل شكون هو المقاول اللي خدا هاد الهمزه، واش هو من حزب الاحرار ولا مقرب منه ولا من العائله ديال بوعيده ولا شنو العلاقه ديالو بالتمساحه مباركه. الفضائح ديال هاد التمساحه ديال اخنوش في الجنوب ما يمكنش تسالى. دارت واحد الصفقه ديال الاطعام بمبلغ 412 مليون ديال السنتيم في شهرين، كيف حل غادي يتعشي اصحاب الراميد كلهم 412 مليون ديال السنتيم غير ماكله في شهرين. السيده قالت بان هذا الاطعام كيخص 9000 شخص مفرقين على 900 طبله، يعني كل طبله فيها 10 ديال الناس طايحه ب 4500 درهم. ومباركه بوعيده خلصات 80 مليون للمقاول اللي مكلف بهذه الصفقه غير في اسبوع واحد، يعني 10 ديال الملايين ديال الماكله كل نهار، في حين ان المستشارين اللي معاها في نفس المجلس اكدوا بان خلال هذيك الفتره ما كان لا ضيوف ولا هم يحزنون، الا ان كلمه السر في هذه الصفقه كيف باقي الصفقات كيبقى هو المقاول اللي خدا الهمزه، وبان بانه